عارفة ليه فاهميني غلط مع اني صح مش ماشية غلط. صدقني يا محسن بيه، احنا في البلد دي احسن من غيرنا كتير، بس في ناس بتحاول تغمق الصورة شوية. تغمقها ازاي؟ دي بيضة وزي الفل، دي قشطة. احنا مشكلتنا ان احنا لازم نحب البلد دي اكتر شوية، وعلى قد ما هنديها هي كمان هتدينا اكتر. طبعا احنا كل ما نديها كل ما تنبسط اكتر. يا سلام كمان لو نحط دماغنا على صدرها. على صدر مين؟ على صدر مصر. وهي مصر ليها صدر؟ انت مش بتسمع الغنيوه بتاعت شاديه بتقول بننام على صدرها؟ شوف يا محسن ايه، حكايه الفلوس دي حكايه مهمه جدا. يعني لازم الواحد يشيل شويه فلوس بره وشويه جوه، عشان لو اللي بره ضعف البورصه تلاقي اللي جوه، ولو اللي جوه اتصدره تلاقي اللي بره. كده برضه. يا حبيبي يا هاشم، يا حبيبي. بقول لك يا منصف بيه. عمر يا باشا. مين دي؟ دي دودي المطرب. دي مشهورة؟ مش قوي، عملت كليب واحد اتعرض مرة واتشال. اتشال ليه؟ بس كان خارج شوية. خارج أكتر من كده؟ لا دي كده لمت نفسها خالص. طبعا عايز أعمل لها شريط. شريط واحد؟ لا نعمل لها شريط نجح، نعمل لها التاني. أنا اللواء شديد عبد القوي من مباحث الأموال العامة. فين محسن بيه هنداوي؟ موجود فوق يا فندم. عايز أقابله ضروري. خير يا فندم. في أوامر بالتحفظ على قصر محسن بيه بكافة محتوياته. ليه يا فندم؟ أكيد في حاجة غلط، أكيد في سوء تفاهم. محسن بيه موفق أوضاعه مع كل البنوك اللي بيتعامل معاها. دي البلد كلها كانت سهرانة هنا امبارح. في إيه يا فندم؟ يا دوب سواد الليل. محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه. ايه؟ في مصيبة بره. مصيبة ايه؟ بوليس الاداب؟ لا مش بوليس الآداب. طيب ده اللواء دشيش عبد القوي. دشيش دشيش مين؟ اللواء شديد عبد القوي من مباحث الأموال العامة. جاي عايز ايه؟ عاوز يحط ايده على القصر بكل محتوياته. احنا مش مسهلين كل حاجة مع البنك ومجدولين ومجدولين وبنسدد، بس يعني زي ما تقول تعثرنا شوية. علينا مبلغ لا يذكر حوالي 800 مليون دولار. أنا اللواء شديد عبد القوي. اتفضل معانا يا محسن بيه. طب بس نغير هدومنا لو سمحت. انت اسمك ايه؟ فرج. يا فرج هات الجي سترينج وحياتك. الجي سترينج مش ده؟ ايوه يا ابني، دي بتاعت عينة بول. الجي سترينج البتاع الاحمر اللي هناك ده، اللي هو عارف فيه بتاع فيه حته حمرا كده. ايوه هو ده هو ده الجي سترينج. ايوه هو ده الجي سترينج. تلبسه فين ده؟ ها؟ تلبسه فين ده؟ في العضل. هات. هات البوكسر. البوكسر مش البوكس، البوكسر اللي هو الشورت التحتاني ده. ايوه جدع 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 قوي. طيب اتفضلوا حضراتكم عشان لسه المدام هتلبس الجوري بوكس وانا جاهز. اتفضل اتفضل. جهزنا خلاص؟ تمام. فص على الباشا. اتفضل. احنا شغلنا سليم، شغلنا في البنك سليم. وقد قررنا نحن نيابة الأموال العامة تعيين السيد محسن هنداوي حارسا على القصر بكافة محتوياته واعتباره أمينا عليه، وأي تبديد لأي شيء مما ذكر في هذا المحضر سيعرضك للمساءلة القانونية. امضي.
يا ديابي انا مش شايف اي مبرر للي بيعمله البنك معايا. انا اكبر عميل لبنك الامان. القرضين الاولانيين انا مسددهم بالكامل مع الفوائد. اتعثرت في 16 قرض التانيين. حصل ايه؟ في ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه، واديكوا اتحفظتوا على القصر، يعني ضمنتوا حقكم. في بقى 600 مليون تانيين حضرتك اخدتهم بضمان المصانع والشركات. يا سعاده الباشا، مصانع هنداوي وشركاته نار على علم. انتوا كده بتهربوا المستثمرين من عندكم. في بيروت مثلا، في لبنان بيدوا قروض للستات عشان يعملوا عمليه تجميل. اللي عايزه تكبر حاجه، اللي عايزه تصغر حاجه، اللي عايزه تشد، والبنك بيديهم بدون ضمانات. امال ايه؟ ما هي اصلها لما هتكبر، واخد بال حضرتك، وتشد وتصغر وتطول وتأثر، هتبقى مضمونة 100%. هتسدد للبنك على طول. يا فندم احنا كل اللي طالبينه مهله كام شهر وهنسدد على طول. من غير ما نشد ومن غير ما نطول ومن غير ما نقصر ومن غير اي حاجه. طيب احنا هنعمل اعادة تقييم لاصول الضمانات وهندرس الموقف ونبلغ حضرتك بقرارنا. لا عندنا الحقيقه احنا عندنا كل حاجه. ده مصنع هنداوي للحديد والصلب. ده اول واكبر مصنع للصناعات الثقيله في مصر والشرق الاوسط كله. ايه يا ام ابراهيم، ايه ام احمد معاكي؟ موجوده اهي يا بيه. افتحوا البيبان. مين دول؟ دول البرودكشن مانجر بتوع المؤسسه كلها. حديد هنداوي يا باشا هو اللي موقف الكباري والانفاق، وهو كمان اللي عامل الدائري والمحور. حديد هنداوي هو اللي عامل اللبنه الاساسيه في البنيه التحتيه بتاعت مصر كلها. انا مش شايف اي حديد خالص. لا، اصل النهارده نص يوم، يعني بنشتغل بنص القوه بس. يعني شويه شغل كده، يلا ايوه شويه شغل حلوين كده على مزاجك. شوف حضرتك يعني صلاة النبي، شوف النار طالعه ازاي، شوف النار كمان شويه نار حلوين. ايوه بس كويس قوي يا حلمي. كام حديده كده من النار بتاعتهم، التليفون في حتت مبلوله والباكج بتاعنا، ويوصلوا لبيوت الساده المحترمين عشان الاولاد يحبوا يلعبوا بالحديد وهو بيعمل نار كده وبتاع. حاضر. حاجات زي كده. ده بقى يا باشا، ده صلب من افخر انواع الحديد في العالم. ده بنصدره لبلجيكا. ده خشب يا باشا. ده خشب يا باشا. خشب. ما هو الخشب، ما هو ده بيبقى خشب على الصلب بتاع بلجيكا، لان في مشروع بنعمله ان شاء الله. بنعمل كوبري من هيبتدي ان شاء الله من البحر الابيض للبحر المتوسط للبحر الاحمر للبحر الاسود للبحر الميت، وبعدين ينزل بقى يعدي بحيره طبريه وينزل من تحت قناه السويس ويخترق الصحراء الغربيه لغايه ما يوصل لغايه حدود تشاد، ومن حدود تشاد لراس الربيع الصالح. هيلاقوا هناك موقف عربيات، اللي عايز يركب بقى يروح اي حته يروح هناك. مشروع حلو قوي. لا مصوراتي بسرعه. ده مصنع هنداوي للدخان. ده اول واكبر مصنع للدخان في مصر والشرق الاوسط. الحقيقه احنا بنعمل تطوير في المصنع دلوقتي عشان ننتج معسل كيوي، لان اتضح ان الاقبال عليه في السوق شديد شويه. ممكن ندخل؟ نعم ندخل. انا بقول بلاش، انا عشان دخان، عشان ستر حضرتك. لا يا سيدي ما تخافش. دول خبراء اجانب اسمهم الخرمونجيه. دول اللي بيحددوا نوعيه الدخان اللي تعدل دماغ المستهلك. للاسف انا كان نفسي اقدم حاجه بس الدخان كله اتسحب. يا حلمي، امر يا فندم. علبه بتاعتنا من الانتاج الجديد مليانه كيوي. مليانه كيوي تروح للاولاد في البيت عند الباشا. تجهز فورا يا فندم، تجهز فورا بسرعه. عندنا. اولاد مين؟ اولاد حضرتك هيعجبهم قوي. ده مشروع هنداوي للثروه الحيوانيه. ده اول واكبر مشروع للثروه الحيوانيه في مصر والعالم العربي. ده للانتاج الكبير، ده عشان الناس تلاقي اللحمه موجوده بوفره في الاسواق. المعزه دي بتدي 3 معيز في اليوم. في اليوم الواحد بتجيب 3 معيز. يا حلمي، ايوه يا فندم. بتطلع لك معزه صغيره تحطها باكج ويروح للاولاد عند الباشا في البيت. اولاد مين؟ اولاد مين؟ والبطه، هات بطه قسمها وتوديها للاخوه في البيت. قطع البطه كده حتت بس حتت تكون كويسه وتوديها للبشوات في البيت.